عمرك عرفتي ليه الكوافير بتاعك دايما كان يقولك قبل ما تصبغي شعرك ما تغسليهوش، على الاقل تسيبيه يومين او 3؟ هقولك السبب ان احنا فروتنا بتفرز زيوت طبيعيه تفيد شعرنا، فبالتالي الزيوت دي بتحمي الشعر وقت الصبغه ان الجلد ما يلتهبش او يحصل له اي مشكله. وبما اني صبغت شعري فتعالوا بسرعه اقول لكم كام سؤال حد سالهولي علشان تعرفوا تعملوا ايه. اول سؤال هو كان: امتى اصبغ شعري؟ اصبغ شعري لو هو صحي كفايه ما فيهوش اي دامج. اذا كنتي بقى بتعمليه كيرلي او ما كنتش بتعمليه كيرلي، ده انسب وقت تقدري تصبغه. لكن لو شعرك فعلا هلكان بجد ما ينفعش، لان اصلا الصبغه بتهلك زياده، فبالتالي ما ينفعش انك تعمليه لو شعرك بايظ. طيب ناس سألتني كمان: الشعر بينشف بعد الصبغة؟ طبعا بينشف، بالذات لو هي صبغة اوفر شوية على الشعر فبتنشفه جامد، بس طبعا بالماسكات بتاعتنا بيرجع تاني الشعر صحي تماما، اذا كانت بقى ماسكات ترطيب او ماسكات بروتين، وده كله بنعمله طبعا بحمام الكريم. السؤال الثالث كان: اقدر اصبغ شعري في البيت عادي يا كريستين ولا لا؟ تقدري عادي تصبغي لو هي الوان عاديه، اللي هي مثلا اسود، اذا كان بني بدرجاته. النبيتي برضو مش كل الوانه بتلقط على الشعر. بس محدش يقول لي طب ينفع اعمل تفتيح في البيت ولا لا، لان ده بجد حاجه خطر. انا شفت بعيني اماكن فيها ناس مش بروفيشنال وبيعملوا هايلايتس ناس، وبتلاقي الخصله بعد ما بتغسل شعرها بتقع كده في الارض. فده لازم تروحوا لحد تكونوا سائلين عليه ويكون حد متخصص. انا حاولت على قد ما اقدر اجمع بعض الاسئله عن الصبغه، بس اكيد ممكن يكون في بالكم اسئله تانية. لو عندكم اي سؤال اكتبولي في الكومنتات. بس كده، باي باي.